السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات لحضراتكم يا جماعة. على السريع كده في فيديو كامل على الصفحة عن عقوبات نادي الزمالك، ولكن سريعا وأهمها عقوبات نادي الزمالك في حال الانسحاب من مباراة القمة وعدم ذهاب نادي الزمالك إلى مباراة النادي الأهلي يوم الثلاثاء. نادي الزمالك يا جماعة عشان الكلام كتير، يعني نتيجة المباراة هتكون كالتالي: لو نادي الزمالك ما راحش هتتحسب 2-0 للنادي الأهلي، وهيتم خصم 3 نقاط من نادي الزمالك، غير المباراة اللي هيعتبر فيها مهزوم نادي الزمالك. وإذا كانت حالة الانسحاب في الدور الأول هيتم إلغاء جميع نتائج الدور الأول التي شارك فيها الفريق، وإذا كانت في الدور الثاني هيتم إلغاء جميع نتائج الدور الثاني، وهيتم معاقبة كل من كان له صلة في قرار الانسحاب من قبل لجنة المسابقات. وأنا بكلمكم من اللوائح والقوانين مادة 151 ومادة 152، ولكن كل التفاصيل في الفيديو على الصفحة ومن خبير اللوائح الأستاذ عامر العمايري. أتمنى نادي الزمالك يعني يراجع حساباته كويس، علشان دي هتكون كارثة بكل المقاييس، وفي حاجات كتير وتفاصيل كتير